اهلا بكم في فيديو جديد. كتير من الناس بيسالوا سؤال مهم جدا، وهو ليه بعض اصحاب البيوت بيرفضوا ان هم ياخدوا الايجار منهم. يعني المستاجر بيكون ان هو رايح يدفع الايجار للمالك، لكن المالك بيقول له لا انا مش هاخد منك اي حاجه. طب ايه السبب وليه بيتصرف بالشكل ده؟ الحقيقه ان الموضوع مش مجرد بس ان هو رفض عادي، لا الموضوع وراه رفض حسابات تانية في دماغ المالك. يعني اول سبب ان هو في بعض الملاك بيكونوا عايزين ان هم يثبتوا ان المستاجر ممتنع عن دفع الاجره، الايجار. او الملك مثلا بيرفض ان هو ياخد الايجار، وبيجي بعد كده بيرفع قضيه بيحاول ان هو يثبت قدام المحكمه ان المستاجر ما بيدفعش، فبالتالي ان هو بيطلب فسخ العقد اللي بينه وبين المستاجر. طبعا مش كل الملاك بيبقوا بنفس الشكل ده، بس في بعض الملاك بيبقوا جشعين شويه وما بيرحموش الناس اللي بتبقى مأجره عندهم. يعني ما يعرفوش ان مثلا المستأجر يقدر ان هو يحمي نفسه بسهولة جدا، ان هو يروح يحط الايجار في المحكمة او في خزنة المحكمة، وكده بيبقى مثبت ان هو كده قدام المحكمة ان هو دافع، ما امتنعش عن دفع الايجار خالص. وفي سبب كمان تاني هو الضغط النفسي على المستأجر. يعني الملك ممكن يكون بيرفض ياخد الإيجار علشان المستأجر يتعب ويخلي مثلا ان هو يحس ان في مشكلة كبيرة، فبالتالي ان هو ممكن ي- يسيب الشقة بكل سهولة بالنسبة للمالك. طبعا كتير من المستأجرين بتبقى الشقة دي طبعا بالنسبة لهم حياتهم كلها. عاشوا فيها سنين كتيرة. طبعا القانون الجديد لما جه ما قالش ان الناس تطرد في الشارع ولا حاجة، بس هو قال ان الإيجار يزيد طبعا من أول 9 ل250. وبعد كده في لجان هتنزل وتبدأ هي اللي تحط الزيادة بالنسبة للمنطقة. بس في بعض اصحاب البيوت مش مستنيين الموضوع ده يحصل، بالتالي ان هم عمالين يضغطوا على المستأجرين، يحاولوا ان هم بكل الطرق ان هم يحاولوا ان هم يمشوهم من بيوتهم. يعني ما رضوش ياخدوا منهم الايجار، بيعاملوا معاملة مثلا مش كويسة. اصبح في خلافات كتيرة جدا بين المستأجر والمالك بطريقة رهيبة جدا من ساعة ما القانون ده نزل. فطبعا هي محاولة إجبار المستأجر عن ان هو يتنازل عن الشقة. ساعات الملك بيرفض ان هو ياخد الإيجار علشان يضغط على المستأجر ان هو يتنازل عن الشقة، او يدفع له مثلا مبلغ خلو كبير مقابل ان العقد يبدأ يتجدد من اول وجديد. يعني لما تلاقي الملك مش عايز ياخد منك إيجار او منك إيجار، ما تسيبش نفسك في الموقف ده وتقول خلاص كده انا عملت اللي عليا. لا، حاول ان انت بسرعة تتصرف. لا اما تسأل محامي اعمل ايه في الاجراء دوت. لو هو المالك مرضيش ياخد مني الايجار اعمل ايه، او اتصرف ازاي. لا اما حل بسيط جدا ان انت ممكن تروح المحكمة. طبعا انت لو صاحب البيت ساكن معاك في نفس البيت، انت ممكن تكتب تروح تحط الايجار بتاعك في المحكمة بنفس عنوان البيت بتاع صاحب يعني الملك. كمان ان انت يعني حاول ان انت على قد ما تقدر تثبت حقك في المحكمة ان انت رحت تدفع الايجار وهو امتنع عن الايجار. طبعا في اذن، بيبقى اذن للدفع او حاجة. يعني المحامي بيبقى فيه نموذج كده، المحامي بيدولك بيكون اكتر يعني وضوحا عن اللي هو النموذج اللي بتشتريه من محكمة، لان بيبقى فيه بنود كتيرة مكتوبة مكتوبة وكده، فانت بالتالي بتملاها، فبيبقى يعني مختص بكل حاجة انت عايزها، غير النموذج اللي انت بتشتريه من قدام المحكمة. فحاول لو انت في محامين كتير بيبقوا عاملين استشارات مجانية، ممكن تروح تسأل اي محامي. يعني في حالة ان صاحب البيت مش عايز ياخد منك الأجرة، تعمل ايه بالظبط علشان ما توقعش نفسك تحت ايد المالك، لان هو بيعمل كده علشان خاطر ان هو يخليك يجيب لك طرد من بيتك بكل سهولة، ان انت ما بتفتحش الأجرة، فبالتالي ان هو بيطالب بفسخ العقد اللي بينك وبينه. وكمان في برضو اصحاب البيوت اللي بيبقوا كاتبين كلمة مشاهرة في العقود اللي هي اللي بعد 96. انا ما اعرفش انت كنت كاتب للمستأجر كلمة مشاهرة دي بنية ان انت تخليها له شهر بشهر. دي حاجة بينك وبين ربنا، حاجة بينك وبين ربنا، ان انت كاتبها له ساعتها وخدت منه مقدم للشقة، وهو ركب عداد وهو وضب الشقة وعمل كل حاجة. فبالتالي حرام ان انت تيجي في الوقت دوت تقول له لا ده انت عندك مشاهرة ويلا اطلع بره.
فياريت يا جماعة نكون رحيمين شوية بالمستأجرين، لأن هما ناس كتيرة غلابة. وأنا معاكم لو مثلا حد عنده مثلا بيت في الزمالك أو في المعادي أو في الحتت اللي هي اللي الناس عايشة فيها معيشة كويسة، أنا معاك إن صاحب البيت إن هو يزود الإيجار ويعمل. إنما الأماكن الشعبية اللي هي الناس فيها يعني على باب الله، غلابة يعني لقمتهم يوم بيوم، بيشتغلوا يوم بيوم، يوم شغالين ويوم قاعدين. فياريت أصحاب البيوت يكونوا عندهم رحمة شوية بالناس اللي هي الغلابة اللي زي دي، اللي هي مش لاقية يعني يومهم إلا بالعافية. كمان عايزة أقول لكم يعني إن الملك ملك ربنا، والأرض